الناس بقى اللي تشتري الشنيور البطارية استنى دقيقتين بالظبط هتعرف كل حاجة عنه. رقم واحد، اشتري ايه من الشنيور البطارية؟ طيب انا اشتري حاجة شعبي ولا اشتري حاجة ماركة؟ ده بيرجع لحضرتك وحسب الفلوس بتاعتك. طيب هتقولي طب حاجة وسط، هقولك يبقى خليك في الحاجة الصيني الموجودة في السوق. حاول تدور على ماركات تكون ليها قطع غيار في السوق عشان بعد كده ما تحتارش وتجيب الحاجة المعروفة. توتال، بي اي تي، دي سي اي، رونكس، في انواع كتيرة في السوق كويسة وحاجة محترمة وتلاقي ليها قطع غيار. ده رقم واحد. والحاجة الأولانية إن أنا أبص عليها، الحاجة دي كويسة وليها قطع غيار، خد بالك. اتنين بقى، ازاي اشتري الدريل بناء على احتياجاتي الشخصية. في واحد مثلا فني، في واحد هاوي في البيت، تمام. طيب الدريل رقم واحد هو عبارة عن الأول من 12 فولت، 18 فولت، 20 فولت. طيب انت في البيت حاجتك بسيطة تربيط او كده، يبقى خليك في ال 12 او صنايعي جبسن بورد، بيبقى 12 فولت على قد الشغل بتاعه. انت راجل عايز حاجة اشد شوية، مثلا راجل فني، تبقى معاك ال 18 فولت او ال 20 فولت. ده بالنسبة للفولت بتاع الشنيور. لموضوع البطارية بتاعتك، البطارية بتاعتك دي تمام لازم تبقى 20 فولت مناسبة مع ال 20 فولت بتاع قوة الموتور، تمام. يبقى ال 22 و20. طيب ايه بقى الامبير؟ الامبير بتاعك هي المدة الزمنية بتاعتي. مثلا انا عايز مثلا البطارية دي في معاك 1.5 امبير، في 2 امبير، في 4 امبير. طيب نرجع تاني، انا راجل في البيت بسيط مفيش اي مشكلة، عايز حاجة خفيفة، يبقى تخليك في ال 2 امبير، 1.5 امبير. رقم 3 بقى والاهم، تمام، النيوتن. قوة عزم الشنيور معاك، ده مثلا بتربط حاجة، ده قوة النيوتن. انت مثلا بتلعب ريست، تمام، قوة النيوتن دي هي اللي بتفرق في عزم الدريل بتاعك. طيب الكلام ده كله بيبدأ ازاي؟ بيبدأ معاك مثلا، ده نفترض ان ده 30 ان 30 نيوتن، في بقى 50 وفي اعلى، معتمد على قوة الموتور وقوة الضغط بتاعت الموتور الشنيور بتاعك. ده النيوتن. ازاي اتحكم طيب في العزم ده؟ ما هو اكيد طبعا معمول نظام تروس هنا. يعني انت مثلا بتربط في بلاستيك بعكس مربوط في خشب بعكس مربوط في حديد، تمام. فبالتالي طبعا طبيعي ان انا طبعا لازم اتحكم في